السلام عليكم. النهارده هنشرح سياسة البزراميط من الناحية العملية. سياسة البزراميط أصبحت جزء لا يتجزأ من السياسة المصرية. من علامات البزراميط إنك تلاقي إعلام تما كله قنوات، جرايد، مجلات ما بيتكلمش غير عن موضوع واحد. الإخوان وحشين، الإخوان بيخططوا عشان يحرقوا البلد، الإخوان خطر على الأمن القومي، الدستور يتكتب والاستفتاء هيقرب، اللي هيقاطع الاستفتاء هيبقى إخوان. الإخوان هينزلوا يقولوا لا في السر، لكن هيقولوا إحنا هنقاطع، فأنت ما قدامكش غير إنك تقول نعم للدستور وإلا هتبقى إخوان. نقول تاني عشان نأكد، الإخوان وحشين، الإخوان بيقطعوا الكهرباء، بيسرقوا البنزين، بيلوثوا المية، الإخوان إرهابيين. ده أنا بمشي في كل حتة ألاقي إخوان متنطرين في الشوارع. يبدأ موسم انتخابات الرئاسة، المشير عبد الفتاح السيسي أعلن ترشحه للرئاسة، اللي مش هينتخب السيسي هيبقى إخوان. الإخوان هيرشحوا سامي عنان في السر. يطلع الراجل يقول يا جدعان ما حصلش وأنا مش هترشح أصلا. ما هو أنت خفت بقى ورفضت عرض الإخوان. حمدين صباح اترشح، طب ليه؟ تلاقي الإخوان اللي زقينه. يطلع الراجل يقول يا جدعان والله ما حصل. كداب في أصل وشك. مندوب الإخوان راح واجتمع معاك في مكان سري، وبالأمارة هو طلب عصير وأنت طلبت شاي بلبن سكر بره، وكل ده كوم والتسريبات كوم تاني. النائب العام الإخواني زرع ميكروفونات وكاميرات مراقبة في مكتب النائب العام. شفتوش سفالة أكتر من كده؟ ومين بقى بيقول كده؟ الإعلام القدير عبد الرحيم علي. وهو عبد الرحيم علي عامل برنامج اسمه الصندوق الأسود ومطلع تسريبات لمصر كلها. عبد الرحيم علي شبكة واحدة بتراقبنا كلنا. وده بقى مقسم مصر نوعين، إخوان أو طابور خامس اللي بيساندوا الإخوان. ويطلع خبر كبير، المشير السيسي يقدم أوراقه للجنة العليا للانتخابات. طب وباقي المرشحين يا شيخ احنا مالنا؟ عايزهم يقولوا علينا إخوان، خلي الإخوان ينفعوه. وفجأة حسينا إن مصر ما فيهاش غير إخوان. لا ركزوا شوية بقى، ما هي لو مصر كلها إخوان يبقى أنتوا بتهاجموا مصر ليه؟ ولو حجمهم ضئيل يبقى ما توجعوش دماغنا بقى وشوفوا لكم حاجة مفيدة اعملوها. مصر مش صغيرة للدرجة دي، مصر كبيرة. انتوا اللي محتاجين تكبروا عقولكم. عندنا مشاكل كتير قوي محتاجة نسلط الضوء عليها، تعليم، صحة، اقتصاد، بطالة، اعلام، وحاجات كتير قوي. مصر كبيرة، كبروا دماغكم بقى. سلام.